عارفة أنتِ بقى كده لمّا يبوظ عندِك مشترك زي ده، هو يبان طبعًا إن هو سليم وحلو جدًا، بس بصراحة كده هو بايظ وما بيشتغلش خالص. طب ما تودّيه بقى كده لحد يصلّحه واستفادي بيه، عايزة أقول لِك إن هو حتى لو اتصلّح مش أمان خالص، وبيرجع يولّع كده وبرضه يبوظ تاني، فبصراحة الأحسن إن إحنا ما نستخدموش تاني. لو باظ عندِك مشترك زي ده، دخّليه كده على طول في إعادة تدوير، لإن بصراحة ما لوش أي لازمة ومش أمان طبعًا. النهارده بقى هنعمل بيه فكرة حلوة جدًا وما حدش خالص بقى هيصدّق إن إحنا عملناها بإيدينا، لأ وكمان بيتباع غالية أوي. عملت الفكرة دي بالسلك زي ما إحنا شُفنا، وعلى فكرة برضه كمان استخدمنا بقية المشترك برضه في فكرة تانية في فيديو تاني. أول كده بقى قطّعت السلك بتاعي بالطريقة دي كلّها، هتكون أجزاء متساوية، وهنجيب كده معلقة من عندنا من المطبخ ومش هيحصل لها أي حاجة ما نقلقش خالص. وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أجيب المسدس بتاعي، وكل اللي أنا هاعمله إن أنا هاثبّت الجزئين دول على بعض بالشكل ده. طيب إيه بقى لازمة المعلقة اللي أنتِ جبتيها دي؟ هاقول لِك لازمتها إيه، لازمتها إن أنا هاخدم بيها الشمع كويس جدًا علشان طبعًا السلك بتاعي يمسك كويس أوي. ما أنا أكيد يعني مش هادوس كده عليه بصابعي، لأ لازم طبعًا نجيب أي حاجة عشان نضغط كويس جدًا على الشمع ويتوزع في كل الأجزاء بتاع السلك بتاعنا. لو أنتِ بقى وصلتِ معايا لحد هنا كده، انزلي كده حُطّي لايك جميل زيِّك من إيديكِ الجميلة الحلوة دي، وكمان طبعًا كده برضه ما تنسيش تحطّي لي كده كومنت برضه من إيدِك الجميلة. هاعمل بقى بقية الأجزاء بتاعتنا بالشكل ده، وهو ده الشكل اللي إحنا محتاجينه، مش محتاجين أي حاجة أكتر من كده. وعلشان أضمن برضه إن هي هتكون متينة بعد كده، ممكن بعد ما نثبتها برضه أحط كده عليها نقطاية بسيطة كده برضه من الشمع. نضفي بقى كده المعلقة بتاعتك، كل طبعا الشمع اللي عليها ده هيتشال بمنتهى السهولة، وطبعا نرجع نستخدمها تاني مفيش مشكلة خالص. طيب بعد ما خلاص بقى ثبتنا كده الأجزاء بتاعتنا والدنيا كلها تمام لحد هنا، أكيد طبعًا هيكون عندي هنا شمع زيادة، والشمع الزيادة أنا مش محتاجاه، هابتدي بس إن أنا أشيله كده بمقص، واللي هيتشال بإيدي ما فيش مشكلة برضه، هابتدي إن أنا أمشي عليه وأشيله لحد ما أخلّص طبعًا الكمية اللي معايا دي. هُم طبعًا كده مش كتير، فهيخلصوا معانا بسرعة جدًا ولا هياخدوا مننا وقت ولا أي حاجة. ممكن طبعًا نستخدم السلك ده أو أي سلك تاني متوفر لو إحنا ما عندناش المشترك اللي معايا ده. هاجيب بقى دلوقتي مراية، وممكن طبعًا برضه أي مراية تنفع، على فكرة المرايات دي بتتباع كده في الشوارع وأكيد طبعًا كلنا عارفينها. بيكون كده معمول لها إطار بلاستيك، الإطار ده هنشيله وبعد كده نستخدمها بقى براحتنا خالص. طيب هاثبّت بقى الأجزاء بتاعتي الحلوة دي فين؟ هابتدي إن أنا أثبّتها من تحت مش من فوق، علشان طبعًا ما فيش أي حاجة تكون ظاهرة عندي. وبعد كده هابتدي إن أنا أحط كده واحدة جنب واحدة، وزي ما إحنا شايفين مع بعض هاثبّتهم كلّهم بنفس الطريقة لحد ما نوصل للنهاية، وده هيكون الشكل بتاعنا. طيب بعد ما خلاص بقى ثبّتناها والدنيا كلّها تمام ووصلنا للشكل اللي إحنا عايزينه، لو تلاحظوا كده إن كلّها هتكون بسِوَى واحد. هاقلبها دلوقتي بقى كده وهاشتغل دلوقتي بقى على الضهر. شايفين قد إيه طبعًا إحنا خادمينها كويس جدًا بالشمع علشان ما تفكش خالص بعد كده. وكمان برضه هابتدي إن أنا أزوّد عليها كده الشمع بتاعنا علشان نضمن إن هي هتكون متينة معانا ومش هتفك خالص. طيب أنا ما عنديش الشمع ومش عايزة أستخدم مسدس الشمع، ممكن تستخدمي طبعًا أي لاصق تاني. هاجيب بقى دلوقتي أي قطعة كرتون وهاثبتها كده بس عليها، وبعد كده نعمل تعليقة بسيطة جدًا، وبرضه هابتدي إن أنا أحط عليها كده الشمع بتاعنا. وهاجيب أي قطعة كرتون أو حتى قطعة قماش وهابتدي إن أنا أثبتها برضه فوق الجزء اللي إحنا عملناه مع بعض ده. الموضوع سهل جدًا وبسيط أوي وما فيهوش أي صعوبة خالص. لو إحنا نلاحظ كده الدنيا تحسوا كده إنها بسيطة أوي. أهم حاجة يكون عندِك الفكرة، وطبعًا الفكرة أنا باقدّمها لِك وأنتِ بقى عليكِ التنفيذ، وممكن تغيّري بقى كل حاجة زي ما أنتِ عايزة، غيّري الألوان، غيّري الخامات، أهم حاجة يكون عندِك الفكرة نفسها. بعد كده بقى ممكن طبعًا نرشّها بسبراي دهبي أو حتى كمان أي سبراي إحنا حابينه. وزي ما إحنا شايفين مع بعض لازم نغطي المراية الأول خالص علشان ما فيش أي حاجة تتأثّر منها، وده هيكون شكلها حلو جدًا. وطبعًا ما حدش خالص هيصدّق إن إحنا عملناها بإيدينا. على فكرة أنا حاطة بس حاجة كده تغطي المراية، بس طبعًا شكلها من غير الورقة دي حلو جدًا وكمان ما حدش خالص زي ما قُلنا هيصدّق إن دي معمولة في البيت. حطّها كده بقى عند باب الشقة وكبّريها لو أنتِ عايزة، ما فيش مشكلة خالص. ودي كانت أول فكرة عندنا النهارده. حطوا لايك جميل ويكون جميلة، ويلا بينا بقى دلوقتي ندخل بإيدينا اليمين على الفكرة اللي بعد كده. الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها أي علبة كريم أيا كان شكلها، بس هاتيلي الغطا كده وأنت داخلة علشان أنا محتاجة برضو الغطا بتاعها. طيب هنعمل إيه بالغطا ده؟ أول حاجة هثبت الغطا بتاعي من ناحية تحت، وبعد كده هستخدم هنا برضو أي سلك شاحن متوفر عندي، أو حتى كمان سلك مشترك أو أي حاجة. هابتدي أنا أجيبه وأثبته كده أول حاجة من ناحية فوق زي ما إحنا شايفين مع بعض. وطبعًا برضه ما اشيلش إيدي خالص إلا لما نضمن إن إحنا طبعًا ثبتناها كويس جدًا علشان السلك ده هيفك لو إحنا شِلنا إيدينا على طول. هامشي بقى عليها كده لحد طبعًا ما نوصل للي إحنا عايزينه. ممكن بقى أعملها كلها وممكن أعمل أجزاء بسيطة وبعد كده أكمل براحتي. علبة الكريم اللي إحنا هنستخدمها ممكن طبعًا تكون أيًا كان شكلها ما فيش مشكلة خالص، استخدميها حتى كمان لو لونها مختلف عن اللون الأبيض اللي معايا برضه استخدميها برضه هتنفع جدًا.
وكمان سلك الشاحن ممكن طبعا نستخدم اي سلوك متوفرة عندنا. هبتدي بقى ان انا الف الجزء ده براحتي خالص لحد ما نوصل كده زي ما قلنا زي ما احنا عايزين. ممكن تحطي كده 2 أو 3 براحتك، لف براحتك لحد زي ما احنا قلنا الشكل بتاعك كده تحسي ان هو حلو معاكي وما انتش عايزة تكملي اكتر من كده. عايزه اقول لكم ان الفيديو الجاي هيكون فيديو حلو جدا، وفيه طبعا ناس كتيره جدا طلبته مني. لقيت له كده فكره حلوه جدا هنفذه بيها ان شاء الله. كده هيكون فيديو حلو قوي، فاستنوه عشان طبعا كل حاجه انتوا بتطلبوها بتلاقوني عملتها حتى لو اتاخرت شويه بس بعملها. وبصراحه كده هيوفر علينا كتير قوي. نيجي بقى للفكرة بتاعتنا الحلوة دي. أول حاجة هنا رشيت طبعا الجزء بتاعنا كله كده بسبراي، وممكن طبعا نستخدم اللون الذهبي أو أي لون انت حباه. وبعد كده حطيت برضو كده في النص حبل خيش هيدينا شكل حلو قوي علشان الشكل بتاعنا برضو يكون مظبوط أكتر وأكتر. هبتدي بس إن أنا أثبت كده الحبل بتاعي من ناحية فوق. لو انت عايزة تحطي جزء تاني كده من الشاحن اللي معانا ده تحت حطيه مفيش مشكلة خالص، أو سلك الشاحن بقى. هنا بقى ممكن اعمل يدات بسيطة قوي، فهبتدي برضو ان انا اعملها من حبل الخيش بتاعي، وممكن نصغرها عن كده لو انت حابة مفيش مشكلة. هثبت بقى الجزء بتاعنا ده الناحية دي، وكمان برضو هعمل جزء تاني هيكون نفس المقاس بالظبط وهثبته برضو الناحية التانية زي ما احنا هنشوف دلوقتي. لو انت وصلتي معايا بقى لحد هنا انزلي كده في الكومنتات اكتبي لي حابة نعمل اعادة تدوير لايه الفترة الجاية، علشان طبعا كل اللي انتوا عايزينه بنعمله. وزي ما قلت لكم حتى لو انا بتأخر شوية بس برضو بعمل لكم كل طلباتكم. عارفين بقى الدنيا مدارس كده والدنيا زحمة دلوقتي، فطبعا كل حاجة بتحسوا كده انها قليلة شوية. حتى الفيديوهات برضو ما بنزلش كتير زي الاول. ثبتي كده واحدة الناحية دي وكمان برضو واحدة الناحية التانية، وطبعا نضغط كويس كده بصوابعنا الحلوة دي علشان طبعا تثبت معانا كويس قوي. وممكن هنا بقى ان انا احط اي وردية بسيطة علشان بس الشكل بتاعنا يكون احلى واحلى. وكده بقى خلصت معايا، وممكن طبعا استخدمها كمنظم لاي حاجه انا حباها. ممكن احطها في الحمام، او حتى كمان احط فيها ادوات الميك اب لو انا حبيت كده، او حتى كمان احط فيها كده الاقلام هتاخد معانا كميه كده محترمه. وكمان هتلم لنا بقى حبه حاجات كده ممكن تكون مكركبه لنا الدنيا. فكره بسيطه وسهله وتعمل بمنتهى السهوله، وبرده محدش خالص هيعرف احنا عملناها بايه، ولا بقى علبه كريم ولا علبه عاديه ولا اي حاجه. ودي بقى كانت تاني فكرة عندنا النهاردة. حطوا بقى لايك جميل كده لتاني فكرة عندنا. وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتالت فكرة عندي النهاردة. وتالت فكرة بقى عندي النهاردة برضو هتكون فكرة حلوة جدا، وكتير برضو طلبوها مني لأن أنا متأكدة إن هي عند ناس كتيرة جدا ومحتاجين إن احنا نعمل لها إعادة تدوير. وعارفة إن في ناس برضو كتيرة جدا ما بترميهاش وركناها كده في جنب. وهي إيه بقى؟ علبة اللبن. علبة اللبن دي أكيد متوفرة عندنا وبرضو بنرميها، أو حتى كمان برضو ما بنعملش بيها أي حاجة وركناها، او حتى كمان علبة الصلصة او اي علبة تكون شبيهة ليها. هاتيها كده بقى واستفادي بيها، واعرفي بقى انها ممكن جدا تطلع لك فكرة لذيذة جدا، وبرضه محدش خالص هيصدق ان انت عملتيها بايدك. اول حاجة هستخدمها هنا هو خيط المكرمية. وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي ان انا اثبت خيط المكرمية بتاعي بمنتهى السهولة. طيب بنحط كل شوية شمع؟ لا طبعا. حط بس كده في الاول حبة شمع كده بقساط، وبعد كده لفي 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 لحد ما توصلي للنهاية، وبرضه ثبتي في النهاية كويس قوي. اما اللي في النص ده بقى هيبقى ثابت طبعا، لان برضو هتشدي كده الحبل بتاعك او الخيط بتاعك علشان برضو ما تسيبيش اي فجوات فيه، وده هيكون الشكل بتاعنا. وهستخدم هنا بقى كمان علبة تونة، وهبتدي برضو ان انا احط فيها نفس اللي احنا حطيناه في الاول خالص ايا كان بقى استخدمت ايه. وبما اني انا مستخدمه في الاول زي ما احنا شايفين كده خيط مكرمية، فهبتدي برضو ان انا اكمل بالخيط بتاعنا. غيري بقى الوانك براحتك خالص. خيط المكرمية متوفر منه الوان كتيرة جدا، وكل الخيوط اللي بتتباع على فكرة بتبقى مش غالية، بتبقى رخيصة لأن وزنها خفيف، وهي بتتباع بالكيلو فطبعا بتكون رخيصة مش غالية. فلو انت اشتريتي بقى ربع كيلو كده تخيلي هتكون كمية عاملة ازاي، وكمان برضو ممكن تعملي بيها أفكار قد ايه. هثبت بقى كده الخيط بتاعي وهبتدي انا امشي برضو، وبعد كده اوصل للنهايه واثبت برضو الجزء الاخير كويس جدا. وانت بقى وصلتي معايا لحد كويس جدا اكتبي لي كده بتتابعيني من اي بلد. وكمان برضو حابه نعمل افكار لايه الفتره الجايه مع بعض، باخد منكم الحاجات اللي انتوا حابين تعملوا لها اعاده تدوير، وبرضو بنعمل لها الافكار بتاعتها بعد كده. هلف زي ما قلنا لحد ما نوصل للنهاية، وهتخلص معانا بسرعة جدا ولا هتاخد وقت معاكي ولا مجهود ولا أي حاجة، والدنيا بتكون بسيطة جدا جدا، وده هيكون شكلها. طيب بعد كده بقى هعمل ايه؟ بعد كده هبتدي ان انا اجيب العلبه بتاعتنا اللي احنا عملناها في الاول خالص، وكل اللي انا هعمله هنا هثبت الاستراس ده. الاستراس ده حلو جدا ولمعته بتكون حلوه جدا، وزي ما احنا شايفين مع بعض الدنيا هتفرق قوي لو احنا ثبتناه. طب بيتباع فين؟ بيتباع برضو عند اي محل بيبيع ادوات خياطه، ومتوفر منه بقى الوان كتيره جدا. ثبت كده جزء تحت، وهبتدي برضو ان اثبت كده جزء تاني من ناحيه فوق علشان الشكل عندنا يكون احلى واحلى، والدنيا كده تنطق كلها مع بعضيها. ده هيكون بقى الشكل بتاعي اللي انا محتاجاه. وبعد كده هجيب علبه التونه اللي احنا
احنا عملناها برضو. وزي ما عملنا بقى في علبة اللبن اللي معانا او حتى كمان ايا كانت علبة ايه، هبتدي برضو ان انا اعمل في علبة التونة بتاعتنا دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نجيب بقى دلوقتي العلبة بتاعتنا، وممكن بقى هنا انا اضيف اضافة بسيطة جدا، وهي برضو ان انا احط كده خط بسيط قوي او شريط بس بسيط قوي كده في النص، فالدنيا هتفرق جدا لو احنا ضفناه. علبة التونة بقى هثبتها فين؟ علبة التونة هتكون من ناحية فوق زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ومصفة الحوض هبتدي ان انا اجيبها، على فكرة المصفة دي هتكون عندي زيادة، لو انت مش عندك مفيش مشكلة خالص، استخدمي اي مصفة قديمة بتاعة شاي زي اللي معايا دي، اليد بتاعها كانت مكسورة وهتنفع جدا لو احنا استخدمناها. بس بما اني بقى عندي مصفة الحوض فهستخدمها زي ما احنا شايفين كده. بقى هنكون عملنا مبخرة حلوة جدا، محدش خالص برضو هيعرف احنا عملناها ولا ازاي ولا عملناها من ايه. حطوا لايك جميل زيكم، ولسه ان شاء الله فيديو جديد.